بعد خسارة المنتخب المغربي نهائي كأس إفريقيا أمام السنغال، لم نشاهد فرحا رياضيا عاديا، بل شهدنا احتفالات في عدة دول إفريقية، ليس لفوز السنغال، بل فرحا في خسارة المغرب وتنظيمه. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل ما نواجهه في القارة مجرد منافسة رياضية؟ أم أن الأمر تجاوز كرة القدم؟ المغرب استثمر، نظم، طور الملاعب، ودعم الكرة الإفريقية دوليا، ومع ذلك كل نجاح مغربي يقابل بالتشكيك، وكل تفوق يقابل بالعداء. عندما بلغ المغرب نصف نهائي كأس العالم، صفق له العالم كله، إلا في بعض أرجاء القارة. لذلك أصبح السؤال مشروعا: هل مستقبل الكرة المغربي ما زال داخل الاتحاد الإفريقي؟ أم أن مكانها الطبيعي هو الاتحاد الأوروبي، حيث الاحتراف والحياد وتكافؤ الفرص؟ هذا ليس هروبا من الهزيمة، بل قراءة للواقع. المغرب أكبر من أن يعاقب على نجاحه.